أخبار الجزائر والعالم من قناة أخبار اليوم. تحية طيبة ومرحبا بكم. فجر موقع جول اليوم مفاجأة من العيار الثقيل عندما كشف إمكانية استبعاد المنتخب الكاميروني من كأس العالم 2022، وذلك بسبب الخلاف القضائي بين الاتحاد الكاميروني لكرة القدم وشركة لوكوك سبورتيف الفرنسية للألبسة الرياضية، حيث قام رئيس الاتحاد الكاميروني سامويل إيتو بفسخ العقد مع الشركة المصنعة لقميص الأسود الغير مروضة وتعاقده قبل أسابيع على انطلاق مونديال قطر مع شركة وان أول سبورتس الأمريكية، الأمر الذي جعل الشركة الفرنسية تلجأ للقضاء. كما استدل موقع جول بتصريحات المحامي الكاميروني الذي يستقر بباريس ويعمل وفق القانون الفرنسي لتأكيد احتمالية استبعاد الكاميرون، حيث قال كريستيان بومو في تصريحات نقلها موقع أكتو كاميرون الكاميروني اليوم الجمعة: أدعو الجميع إلى الهدوء، القانون الفرنسي يحسم النزاع وهي نقطة لا بد من أخذها في عين الاعتبار. قبل أن يضيف: أدعو الطرفين للجلوس الآن وحل المسألة بشكل ودي أو أخذ قرار بشأن استمرار الشراكة. كما واصل: رفض الاتحاد الكاميروني تنفيذ قرارات يفرضها القانون الفرنسي المختص بالنزاع يمكن أن يؤدي إلى استبعاد الكاميرون من كأس العالم. وختم: لا يتعارض الأمر مع مسألة التدخل الحكومي المباشر. الفيفا هنا يضع العقود القضائية المحلية بعين الاعتبار.